السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم طريقة عمل لا جينواز، ولو تكوني اول مرة تحضريها اكيد غتكون ناجحة معاك. وإلا سبق لك وحضرتيها فهاد الطريقة سهلة، ما فيهاش بزاف ديال المراحل او بزاف ديال المكونات، والنتيجة كتكون مثل الجينواز ديال المخابز. سواء عملتوها بالنكهة ديال الفراولة او الفاني او الشوكولا فكتكون النتيجة واحدة. تبعوا معايا لا فيديو باش تستافدوا من نصائح كامله وتجيكم ان شاء الله ناجحه كيف ما كتشوفوا. اول حاجه غادي نحتاجوها 5 ديال البيضات اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ، يعني نجبدوهم مثلا من الثلاجه قبل بنهار، اولا كيف ما كندير انا كنجبدهم من الثلاجه وكنخليهم في الماء ديال الروبيني واحد الساعه عاد كنستعملهم، يعني ماء عادي. كنضيف لهم الفاني، وعندي هنا كاس ديال السكر سنيده. كاس ديال السكر سنيده كنضيفو شويه بشويه، يعني كتوضعوا البيض 5 البيضات، قبيصه ديال الملحه ضروري انكم ديروها، وصاشي وحده ديال الفاني او الفاني السائله اللي كتفضلوا، وكاس واحد ديال سكر سنيده بالعبار ديال العنبه. غادي نبقاو نضربوا في هذا البيض مع السكر سنيده. كنوضعوا السكر تدريجيا مع الخفق، يعني تكون الدرجه ديال الخلاط يعني 5، ماشي تكون درجه هابطه ديال الخلط. وكيف ما كتشوفوا حتى كتوصلوا لهذا القوام اللي كيولي هذا البيض بحال اللون ديالو ابيض. هنا وضعت النكهه ديال الفراوله ودرت الملون احمر باش نعزو هذاك اللون، يعني لان النكهه غير كافيه، ضروري انكم تعملوا اللون. وإلا درتوا البيستاج ممكن تضيفوا كذلك الملون بالاخضر. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما بقيت كنطرب مزيان، هذا هو القوام اللي حصلت عليه. كتحسوا بان البيض ضاعف الحجم ديالو والقوام ديالو ولا ثقيل شيئا ما. هنا الدقيق، بالنسبه للدقيق كنستعمل نوعيه ديال الاتقان، الدقيق ديال الفورس. كنوضع الدقيق كنكون مغربلاه، مغربلاه سبق لي وغربلته، وكنغربلو مره ثانيه، والمره الثالثه هي فاش كنبدا نوضعو فوق هذا الخليط. يعني ضروري من هذه المرحله انكم تبقاو تغربلو فيه، ولو تشوفوا انه يعني ولا يعني مقاد ومغربل وهذا ما تعجزوش وبقاو تغربلوا. قد ما غربلتو قد ما كيدخل في هذا الخليط مزيان. بالنسبه للدقيق فوضعت كأس ونصف ديال الدقيق اللي خدالي هذا الخليط. الا شفتوا الخليط تقال بزاف فاكتفيو فقط بكأس واحد، لان على حسب نوعيه ديال الدقيق كاين اللي كيتشرب باش ما تجيكمش ثقيله بزاف. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه، ما كتكونش جاريه بزاف وما كتكونش ثقيله، يعني بين وبين. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. في هذه الاثناء انا مشعله الفران، و الطاوه ديالي دهنتها بالزيت، وكذلك ورق الطبخ كندهنوه بالزيت، عاد كنوضعوه في المول واحد، كنصبوا الخليط ويكون الفران سخون. وملي كندخلوها كنقصوا العافيه، يعني العافيه كتكون غير من التحت في الفرن ديال الغاز. هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها كيف ما كتشوفوا. هنا باقا سخونه، من بعد ما كتبرد غادي تشوفوا معايا القوام ديالها. يعني واخا كندحرجها واخا كنهزها ما كيخسرش القوام ديالها، كيبقى قابض راسو. سواء اي شكل اي مول عندكم، سواء ديال القالب دائري مربع، فكتاخد نفس الحجم. واخا تضغطوا عليها كتكون اسفنجيه كيف ما كتشوفوا، كتجي مهويه من الداخل. هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. كيف ما كتشوفوا لا جينواز اللي ما كتكونش ناجحه 100%، فان فوا كتقيسوها او كتهزوها هكا كتكسر معاكم، كتكسر اولا كتولي معلكه وكتلتصق باليد، الطبقه اللي داخل والطبقه اللي برا. فهذه هي النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها ان شاء الله. فقط يعني تكونوا متقيدين بالمعلومات اللي عطيتكم وبالطريقه اللي عطيتكم، فاكيد غادي تكون ناجحه معكم. بالنسبه اللي بغات تعملها بالكاكاو، نقصي معلقه ديال الدقيق وزيدي معلقه ديال الكاكاو، يعني هذاك الدقيق اللي نقصتي عوضيه كاكاو. وبالنسبه للفاني فغادي تبقى نفس المكونات، فقط غادي نحيدوا هذاك النكهه وغادي نكتفيو بالفاني. ولكم حريه الاختيار، ممكن تلعبوا على الالوان وعلى المذاقات. هنا